الزيارة الروتينية لطبيب الأسنان، هل في زيارة روتينية المفروض تتعمل للشخص البالغ وللأطفال؟ طبعًا الزيارة المفروض الطبيعية كل 6 شهور، ده حسب ما الكتاب بيقول يعني، إن أنت كل 6 شهور بتروح تعمل الفحص بتاعك سواء للأسنان أو اللثة بتاعتك أو فتحة الفم بتاعتك. ده في الطبيعي. للأطفال بدايةً من سنتين لابد إن يكون في متابعة، لأن بعض التأخر في بعض الأحيان نتيجة سمك اللحمية بتاعة طلوع الأسنان سواء اللبنية أو الدايمة، فبتحتاج تدخل في بعض الأحيان. فمن الأطفال من سنتين، لكن الفحص الطبيعي للأشخاص البالغين العاديين كل 6 أشهر، إلا إذا كان بيشتكي من مرض ما، فطبعا المدة دي بتقل أنا لسه يعني. كنت هاسأل حضرتك، تمام. لو مريض سكر المفروض يروح لدكتور الأسنان كل كل قد إيه؟ كل 3 أشهر، كل 3 شهور حتى لو ما عندوش مشكلة؟ حتى لو ما عندوش مشكلة، لأن طبعا أنت تعلم جيدا يعني إن مريض السكر deteriorations أو تدهور. توابع المرض على العظم وعلى اللثة وعلى يعني، فلابد من المتابعة الدورية دي كل 3 شهور.